ايه الفنان حمدي شرف، كلنا طبعا شفناه كتير في افلام كتير، كان ليه ادوار كده مميزة وشكله مألوف بالنسبة لنا كلنا. الممثل خرج من كام يوم بالظبط واعلن انه اعتزل تماما التمثيل. هو كده كده كان بقاله فترة يعني ما بيمثلش، بس اكيد كان بيطلب، والا ما كانش طلع اعتزل رسميا. بيعتزل ده بيقول لي كده المخرجين والمنتجين مش هشتغل تاني. ايه اسباب اعتزال الفنان حمدي شرف الدين؟ قال انا اعتزلت عشان اتفرغ لربنا، ولاني قررت اقضي ايامي في المسجد، وبقعد من المغرب للعشاء اقرا قران. فبيقول وبقعد من المغرب للعشاء اقرا قران يمكن في بيته، وعايز ربنا يتوفاني وهو راضي عني. قرار جميل جدا برضو، فيه هدوء كده وراحة بال من الفنان حمدي شرف الدين. إيه ان فعلا في وقت معين لازم الناس يعني تاخد ريست من الحياة عموما من اي مجال، وتتفرغ للعبادة او تتفرغ بقى لحالة السلام النفسي اللي ممكن تبقى موجودة في المرحلة دي. وقرار يعني في التوقيت المناسب بالنسبة له، واتمنى له كل التوفيق. واعتقد ان اغلب الفنانين دلوقتي يعني في المرحلة دي او في السن ده خلاص، لو ما عنده اي مصدر دخل تاني غير التمثيل فيقدر يعتزل. لان حتى اغلب الاعمال اللي معروضة ما بقاش اللي هو زي زمان، يعني ما بقاش حاجة ممكن تقدم محتوى او رسالة او اي حاجة. يعني الراجل ده شارك في مسلسلات كتير كان فيها على الاقل رسالة بتتقدم، لكن ايه الرسالة دلوقتي اللي بتتقدم؟ ولا اي حاجة خالص. فلانة بتخون فلان، وفلان بيخون فلانة، وحاجات بصراحة يعني ما تديش مبرر لاي حد انه يشتغل. دي كانت حلقة النهارده، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ودوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجاية.